ايوه زي ما انت قريت كده في عنوان الفيديو، اللاب انفجر. ده نظريا بيحصل، مفروض علميا المفروض ما بيحصلش، فازاي ما اعرفش، ولكن هنشوف بعد الانترو عشان في حاجات كتير ليها تساؤلات كتير. فيلا بينا بعد الانترو عشان انا برضو مش فاهم حاجه زيك والله. بعد الانترو بقى نفهم. تمام يلا بينا. زي ما انت شايف دي حلقه من حلقات الدردشه. تمام، حابب بس اوريك كده لاب معايا. تمام، يعني نحاول كده نبعد المايك سنه. اللاب اللي معايا دوت كده زي ما انت شايف لاب اتش بي. ده مش معناه ان ماركه اتش بي وحشه، تمام، مفيش ليه اي علاقه يعني، ولكن خلينا بس نفتح اللاب كده نبص عليه. يعني ايه، خلينا كده نفتح اللاب. زي ما انت شايف اللاب يعني يعتبر جديد، يعني حرفيا اللاب جديد زي ما انت شايف. ايه، اتمنى ان الصوره كلها تكون ظاهره. اللاب جديد مفيش فيه اي مشاكل، ولكن خلينا بقى ايه نقلب كده اللابتوب، يعني الشكل دوت اللابتوب. فخلينا نقلب كده. ايوه اللي انت شايفه ده البطاريه فرقعت في قلب اللاب. حرفيا فرقعت. ايه اللي سبب ده هقول لك عليه، ولكن انت متخيل كميه الضرر اللي حصل بسبب البطاريه. تمام، البطاريات بتفرقع في قلب اللابات. صراحه انا كنت اسمع الموضوع ده بس عمري ما شفته الا لما جالي عميل وفعليا شفت ان البطاريه فرقعت في قلب اللاب. تمام، خلينا بس ايه، انا كنت فاكك اللاب دوت، فخليني مثلا ان انا ايه افك الغطا بتاع اللاب اللي هو الظهر. تمام، زي ما انت شايف يعني حرفيا في خرم انت ممكن تشوفني منه، يعني فاهم. فخليني بقى اوريك كده مثلا الظهر عامل ازاي، يعني في خرم حرفيا. طبعا مش عايز اقول لك ريحه الشياط او ريحه الحرق موجوده لحد دلوقتي. تمام، يعني بقاله كتير. يعني اللاب اصلا يعتبر محتاج بورده خلاص. تمام، يعني اللاب محتاج لاب. طبعا انا فكيت كل حاجه ايه تنقذ من هذا اللاب، ولكن زي ما انت شايف الاصابه عامله ازاي. الهارد برضو كان متصاب، يعني في اصابات كده، ولكن الهارد عرفنا ان احنا نعمل ريكفر للداتا ونرجعه، يعني ما كانش فيه اي مشكله. ولكن انت متخيل ان ده حصل بسبب البطاريه انفجرت؟ انت مش متخيل الحرق هنا عامل ازاي. الدنيا باظت حرفيا، يعني اللاب ما بقاش لاب. طبعا انا شايل الرامات وشايل الهارد وشايل كل حاجه من اللاب، قدرت اشيلها. اللاب يعتبر جديد، يعني اللي كان شاريه اللاب ده قعد معاه حوالي يعني قال لي سنه او حاجه زي كده، ويعني اللاب يعتبر جديد لم يستخدم وكان استخدامه قليل جدا. خليني بس ايه نركن اللاب كده واقول لك على العميل جه قال لي. طبعا الكلام اللي قلته لك دوت عنونه لك ده كلام العميل قاله لي، يعني فاهم. انا برضو مش عارف ايه اللي حصل بالتحديد، ولكن ده اللي العميل قاله لي. هو قال لي ان هو كان بيشحن اللاب وسايبه يشحن على كنبه، وسابه يشحن طول الليل لحد ما قام على صوت انفجار البطاريه، ولقى ان ده حصل في اللاب. التفسير اللي حصل هنا الكنبه كتمت الحراره. تمام، فلما كتمت الحراره اللاب وهو بيشحن برضو بيحصل فيه حراره، بيتولد فيه حراره، ولكن لو الحراره دي اتكتمت ممكن تؤدي ان البطاريه تنفجر، او ممكن كمان البطاريه ما كانتش كويسه، يعني برضو ما تعرفش الحقيقه فين، لاني هو جه يعني برضو مش هيبقى مدرك كل حاجه، يعني فاهم الفكره. هيعرف منين البطاريه كويسه؟ فممكن ده كان عيب من البطاريه، وممكن فعليا الحراره تعمل كده، ولكن الحراره فعليا بتسبب ان البطاريه تنفجر. فانت يعني خلاصه الفيديو، انا عارف ان احنا في السلسله دي بنرغي، لكن خلاصه الفيديو اللي انت هنا وانت بتشحن اللاب يستحسن ان انت تحطه على حاجه فيها تهويه، او ترابيزه فيها تهويه، او ترابيزه خشب، او اي حاجه، بس حاجه تكون بتهوي اللاب. ويا ريت ترفع اللاب عن يعني عارف اللي هو ايه، في حاجه كده بتعمل اسمها كولينج باد، او مش كولينج باد، مش عارف الكولينج اللي بيتحط اللي بيجيب لي اللابات ده. تمام، بيبقى فيه مراوح وكده، بس المراوح دي ملهاش لازمه على قد ما في تهويه لللاب بتحصل. تمام، فحط اللاب على دي برضو وانت بتشحن. خلاص القول، لو انت بتشحن اللاب يا ريت تشحن اللاب في مكان فيه تهويه، ويكون اللاب متهوي كويس. تمام، يكون فيه تهويه من تحت اللاب عشان البطاريه ما تسخنش وتوصل للمرحله دي. الحاجات اللي بتموت البطاريه وتوصلها المرحله دي كتمه السخونيه، زي مثلا انك حاطط اللاب على السرير، او حاطط اللاب مثلا على بطانيه، او على كنبه، او اي حاجه صوف. الحاجات دي بتدمر البطاريه، بتدمر اصلا اللاب كله. الصوف والفرو والشعر والحاجات دي كلها بتخش جوه المراوح بتاعه اللاب، بتدمره من جوه، وبالذات الصوف بتاع الكنبه والحاجات دي. بيقابلني كذا لاب بالشكل دوت، بتبقى المروحه محشوره. عارف اللي هو المروحه اصلا بتبقى من كتر الحشر بتاع الصوف ما بتبقاش بتلف. انت متخيل ده هيسبب لك مشاكل في التبريد ومشاكل في الحراره ومشاكل كتير، وممكن توصل ان لا قدر الله حاجه تتحرق جوه اللاب. فانت عن غنى ده كله دايما خلي اللاب في مكان نظيف، وكمان يبقى فيه تهويه كويسه جنب اللاب، او اللاب يبقى محطوط
عالي شويه عن المكان اللي انت حاطه فيه. يعني لو على ترابيزه جيب كتابين وحطه فيهم اللاب، لو على حاجه او جيب الكولينج سيستم ده اللي بيتعمل لللاب وريح دماغك. تمام. الكولينج سيستم مش لازم المراوح بتاعته تبقى قويه على قد ما هو بس بيعمل مسافه لللاب، ان اللاب يبقى ليه تهويه تحت، ما تبقاش اللاب مكتوم من تحت. تمام. بس هي دي خلاصه دايما حافظ على لابتوبك بدل ما توصل لهذه المرحله. وكمان ملحوظه عايز اقول لك عليها كنت هنساها، انك اوعى تحط اللاب على رجلك وانت شغال، لان اللاب بيصدر اشعاعات منه والسخونيه بتاعته بتضر باعضائك وبحاجات كتير، فما تحطش اللاب على رجلك. وبرده يعني ايه، خلينا كده نفتح صفحه نت. تمام. ونخش كده على جوجل. زي ما انت شايف في الموقع اسمه تشورن او سمول بيزنس دوت تشورن بيقول لك ان الحاجه اللي بتخلي البطاريه تنفجر هي السيرمال رانواي، وهي ان درجه حراره البطاريه ترفع جدا لان هي معموله من الليثيوم. فزي ما انت شايف درجه الحراره هتلاقيها عدت ال 60، وده بيحصل بسبب الاوفر تشارجنج اللي انت سايب اللاب بيشحن. وخلي بالك ان دوت ما بيحصلش في اللابات اللي فيها السيستم بيحافظ على البطاريه. اللابات الجديده تمام، وده برده من مشاكل اتش بي. يعني انا ما بحبش عامه اللابات بتاعت اتش بي، بيبقى فيها مشاكل زي دي كده، ولكن اللابات الجديده بيحصل فيها حاجه سيستم كده ان هو ما يخليش اللاب يوصل للشحن بتاعه يعدي ال 85%. يعني اول ما بتوصل 85% بتلاقي ان اللاب فصل الشاحن والبطاريه بدات تقل تاني. تمام. فدي حاجه كويسه جدا، يعني فاهم الفكره. ولكن اللابات اللي ما فيهاش اللي هو السيستم دوت طبعا بتوصل لمرحله اسمها الاوفر تشارجنج اللي هي البطاريه 100% ويقعد يشحن فوق الشحن، فالبطاريه بتضعف اللي هي ديفاكت بتبوظ، وكمان بتعمل حاجه اسمها تمبرنج وبعد كده بتنفجر، وهو ده اللي سبب الانفجار ده، ان هو سابه يشحن طول الليل. كنت تقرا برده عن الموضوع دوت. تمام. دي مقاله انا كنت جايبها. وبرده هنا خلينا مثلا نروح لكوره ده برده من الناس اللي هي بتحط عليه اسئله وحاجات زي كده. في واحد هنا بيقول لك ان هو ساب لابتوب دايما بلاجد وكده، ولكن مش ده اللي احنا عايزينه. اللي هو بكلمك عليه ان هو اللابتوبات الكويسه او الديسنت لابتوبس زي ما هو كاتب، بيقول لك ان هي بتبقى فيها تشارج كنترولرز. هو ده اللي انا بكلمك عليه، ان في حاجات بتحدد الليميت بتاع الشحن بتاع البطاريه، فبتحمي اللاب بتاعك ان هو يوصل للمرحله دي. ودي من الحاجات الجامده جدا في اللابات الجديده. تمام. اللابات القديمه لا، ممكن ما تلاقيش فيها الموضوع ده. فانت حاول ان انت دايما لما تشحن اللاب بتاعك ما تحاولش ان انت توصل البطاريه ل 100%. لو ما عندكش تشارج كنترولر ده بيبقى موجود في اللابات الجديده، وكمان بيتعمل من البايوس. يعني انت لو مش مكتفه عندك هتلاقي ان انت مش مكتفه من البايوس بتاع اللابتوب. لو قابلنا حاجه زي كده هقول لك تعملها ازاي في حلقه من حلقات اليوتيوب، هنعمل ازاي تحمي البطاريه بتاعه اللاب بتاعك من ان هي تبوظ بسرعه. بس هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في حلقه الدردشه دي. اللاب فعلا انفجر، وزي ما انت شفت ان ده ممكن يحصل فعليا، واتمنى ان انت تكون استفدت. وما تنساش تقول لي لو حصل معاك حاجه زي كده في الكومنتات ولا لا، وتتوقع اللاب ده ممكن يتصلح ولا لا. فلو حابين ان احنا نعمل فيديوهات تصليح ما تنساش تقول لي برضه، ممكن نعمل فيديوهات تصليح وسلسله وكده، لان انا بحب اصلح والحاجات دي كلها. يعني ما علينا. anyway ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب وشير للفيديو دوت عشان الكل يستفاد. وبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي.